السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا يعتبر مطبق علشان يعني احنا في عيد النهارده، عيد طبعا اول يوم العيد بتاع عيد الاضحى 6/6. طبعا انا ما اعرفش اذا كان الفيديو ده فعليا هينزل في وقت العيد ولا بعديه، مش عارف الحقيقه، ولكن يعني كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما ان شاء الله باذن الله تكون انتوا واسركم بالف خير. ان شاء الله باذن الله في الفيديو بتاع النهارده هنبدا ان احنا نتكلم على بروجكت، تمام؟ هنبدا ان احنا نعمله مع بعض علشان تبدا انك تبقى عارف الفكره هتبقى ماشيه ازاي، تمام؟ ولكن ان شاء الله باذن الله هيبقى في بروجكتس كتير جدا جدا هنبدا ان احنا نعملها بافكار مختلفه جدا، وده ان شاء الله باذن الله اللي هنتكلم عليه في الكورس باذن الله. في بس كده هنا جزئيه انا حابب ان انا اقول لك عليها. الفيديو اللي احنا هنبدا ان احنا نشغله ده هو فيديو معمول على كاب كات، تمام؟ ولكن احنا هنبدا ان احنا نعمله على افتر افكت عادي جدا، بس علشان اوضح لك الدنيا ماشيه ازاي. في فيديوهات طبعا ادفانسد عن كده بكتير جدا، تمام؟ وفي فيديوهات مودريت. هو الفيديو يعتبر فيديو سيمبل، تمام؟ ولكن انا عايز اعرفك ان هتقدر انك تطلع فيديوهات سواء اذا كان موبايل او حتى كمان على افتر افكت، تمام؟ تخيل ان حاجه زي كده معموله على الموبايل، فاكيد طبعا الافتر افكت هيعملها بكل سهوله. الفكره كلها دايما بتبقى متوقفه عليك انت، تمام؟ انت اللي بتقدر انك تقيم انت هتعمل ايه، تمام؟ اذا انت فهمت الموضوع بشكل سلس هتقدر انك تطلع حاجات كتيره جدا. فتعالى دلوقتي كده ان شاء الله باذن الله علشان نبدا ان احنا نشوف الموضوع ده هيمشي ازاي. لاحظ دلوقتي كده وهنمشي خطوه خطوه وهنشوف احنا عملنا ايه في كل جزئيه، تمام؟ فتعالى نبدا ان احنا نشوف دلوقتي كده. الحركه اللي حصلت دي هي عباره عن ايه بالظبط؟ لو انا جيت بصيت انا هنا دلوقتي كده خدت عباره عن 3 ثواني، تمام؟ في الحركه اللي هي البسيطه دي. الحركه دي عباره عن زوم ان او سكيل، يعني الصوره بتكبر، تمام؟ مع جزئيه من الروتيشن. يبقى انا دلوقتي كده عملت حاجتين، ما عملتش اي بوزيشن. انا عايزك انك تحلل الصوره، تمام؟ اسف، انا عايزك تحلل الفيديو معايا عامل ازاي، تمام؟ طيب هندخل هنا نضغط ضغطتين وندخل على المكان اللي انا حاطط فيها الايه الصور. فانا هدخل على الديسكتوب، تمام؟ وهبدا على الكورس اهو، تمام؟ ودي الصور اللي احنا استخدمناها. ده طبعا فيديو اللي هو بيبقى اي في، ده بيبقى فيديو، تمام؟ فالصوره اهي هبتدي ان انا اعمل لها امبورت، تمام؟ احنا نمشيها واحده واحده وصوره صوره، والدنيا ان شاء الله باذن الله تبقى لطيفه معانا. الفيديو هيطول شويه، تمام؟ ولكن يعني ان شاء الله باذن الله تتعلم تعرف انك تطلع فيديوهات، وبرضه هنتعلم ازاي نعمل له اكسبورت، تمام؟ ونقدر ان احنا نعمل له عمليه ريندرنج، تمام؟ فركز معايا. الصوره اهي، تمام؟ هبدا ان انا اعمل لها دراج. طبعا الصوره كبيره. اول حاجه هركز عليها دلوقتي كده وانس ان انا حطيت الشكل بتاع الصوره، تمام؟ طبعا احنا هنبدا ان احنا نظبط الصوره بتاعتنا، السكيل بتاعنا كله تمام، نخليها 47 كده بقت مظبوطه. ابص على الفريم بتاعي، تمام؟ لا انا كده تمام. طب انا ممكن ان انا اصغر كمان شويه. احنا كده بالظبط تمام 46 بالظبط، انت مظبوط كده. طب تعالى نبص فوق. لا نفس الكلام برضه، نفس الكلام فوق. في هنا حته بسيطه مش هتظهر كده كده اصلا، تمام؟ فيعني خليك في السيف زون، وهي انك تكون 47 بحيث ان تبقى كل حاجه معاك الدنيا تكون سليمه. على فكره حاجات زي كده بتفرق جدا جدا، انت بروفيشنال ولا اماتير، تمام؟ طيب بعد كده هنبدا ان احنا نركز على النقطه الثانيه، وهي عباره عن الانكر بوينت. الانكر بوينت بتاعتي انا عايزها انها تتحرك في النص ولا عايزها تتحرك في اماكن ثانيه. ولحسن الحظ الفيديو ده هيبقى فيه 2 انكر بوينت، تمام؟ ودي حاجه يعني والله بالصدفه، انا ما اعرفش حقيقي ان هي كانت يعني موجوده في الفيديو، وان شاء الله باذن الله هنبقى نفرق عن الجزئيه دي قدام برضو، تمام؟ وطبعا احنا قايلين الكلام ده في الفيديوهات اللي هي قبل كده، ان ازاي الانكر بوينت بتاثر في التحريك بتاعنا. ولكن خلينا نبدا دلوقتي كده في الحركه بتاعتنا. احنا قلنا ان الحركه نرجع كده ليها تاني من الاول. طيب هنا خدت 3 ثواني، اذا يبقى انا هرجع على الافتر افكت وابتدي ان انا اعمل عدد ثواني معينه. طبعا انا هنا هخليها عدد ثواني، تمام؟ فانا هبتدي ان انا اعمل زوم ان بحيث ان الدنيا تبقى عندي ماشيه بالشكل ده. لو انا جيت بصيت، ركز معايا دلوقتي كده عشان دي حاجات ما تلخبطكش يعني. يبقى انا ببتدي ان انا اخلي التايم لاين بتاعي يكون واسع، فاقدر ان انا اخد تمام براحتي عادي جدا. طيب هبتدي دلوقتي كده ان انا عندي الحركه بتاعتي بادئه من 0 للثانيه رقم 3. فادي كده ثانيه، تمام؟ ادي ثانيتين، وادي كده 3 لحد كده احنا تمام.
طيب هبتدي ان انا احط هنا كي فريم تمام عند السكيل وعند الروتيشن، ونفس الكلام هرجع في الاول خالص وهعمل كي فريم عند الروتيشن تمام وكي فريم عند السكيل بالشكل ده. طيب اللي حصل معايا ايه؟ ان من الثانيه 1 للثانيه 3 حصل جزء من الروتيشن تمام وجزء من السكيل. فتعال نطبق الموضوع ده. ده معناه اني انا وانا هنا كنت ثابت ما بتحركش ما بعملش اي حاجه خالص تمام اللي هي الثانيه 0، ولكن قدام لما طلعت بقى هنا كده قدام عند السكيل ابتديت ان انا اكبر وابتديت ان انا اعمل روتيشن. بس اول حاجه حصلت هي حصلت الروتيشن زين السكيل. فتعالى كده نبص على الروتيشن. هيحصل روتيشن بسيط بالشكل ده كده، سي مثلا نقول 23 تمام مثلا، ونبدا ان احنا نعمل السكيل كان بيكبر معانا بالشكل ده كده. حضرتك محتاج مثلا دلوقتي كده انك تعمل بوزيشن مفيش اي مشكله علشان تنزلها مثلا سنه لتحت عادي تمام، مش عايز هي كده انف تمام، ولكن خلينا ان احنا نعمل معاها نفس الموضوع بوزيشن شكل برضو جميل جدا. وهنتك برضو هنا على اليو تمام، وهنيجي قدام بالشكل ده كده ونبدا ان احنا نحرك دي لتحت بالشكل ده حاجه بسيطه تمام. فهتظهر معانا حضرتك بالشكل الجميل اللي قدامك ده كده تمام. اهم حاجه بس يعني ايه تبقى الدنيا مفيش فيه حواف سوداء زي ما احنا متعودين. طيب انا دلوقتي كده لو جيت مشيت بص بقى دلوقتي كده الحركه اهو ابتدت ان الحركه تتعمل زي ما هي كانت موجوده في الفيديو. تعالى احنا هنقارن الاثنين مع بعض، خلي بالك كويس جدا لان احنا هنقارن تمام. طيب بص ابتدت ان هي تعمل لحد هنا احنا تمام، ولكن في كاب كات بيبقى فيه كده جراف اديتور معين تمام، بتبقى عباره عن جراف اديتورز مصنعه، انت مش انت اللي بتصنعها تمام. من الاخر حاجات كده عامله زي تمبلت. فعلشان كده هتلاقي ان الدنيا ما كانتش ماشيه سموث قوي. فهنا في الافتر افكت بيديك طبعا قابليه انك تتحكم في الحاجات دي بشكل كبير جدا، تقدر انك تتحكم تزود تسرع تقلل تمنع اصلا الموضوع ده. فهنا انت هتعملها بطريقتين، اما نعملها زي ما هي معموله على الكاب كات بالظبط في الفيديو اسمها سيركلر جراف تمام. طيب لو انا دلوقتي كده انت ممكن هنا في الفيديو ده يعني خلاص هو يتقفل على جزئيه ان هو يكون لينير بالشكل ده زي ما احنا ما قلنا ان اللينير عامل زي الشكل اللي هو المعين ده. فانا كده بالنسبه لي الايفكت انف يعني تمام. طبعا انا ليه خليت الموضوع 3 ثواني ده بيبقى على حسب حاجه اسمها البيت. البيت هنا اللي هي النغمه والكلام ده، بس طبعا يعني دي حاجات لسه ادفانسد، ولكن خلينا دلوقتي كده نمشي بس مع الفيديو تمام. طيب هاجي دلوقتي كده ابص على ال3 ثواني. انت ممكن تنهي على لينير زي ما قلت لك، او انك تعمل لهم ايز اف 9 تمام، ويبقى كده زي الفل قوي، حرفيا الايفكت هيبقى تحفه تمام. شوف دلوقتي كده بقى جميل وبقى الدنيا بقت فيه شويه سموث تمام. طيب تعالى بقى ندخل على الحركه اللي بعد كده. تعالى نبص كده ونشوف. اول ما دخلنا دلوقتي كده لقينا ايه؟ لقينا ان الصوره دي تمام اللي احنا بنقول عليها دلوقتي كده اللي هي فرونتال تمام، وهي بيفور. فانا دلوقتي كده هدخل ادور على الصوره دي وابتدي ان انا اعمل لها دراج ودروب ونشوف الموضوع ده سوا. كلمه ارتستيك شوت طبعا دي حاجه ليها علاقه بالفوتوغرافي تمام. الارتستيك شوت يعني هو بيبقى عباره عن مانيبيوليشن باللايت، فتقدر انك تطلع صوره تحسها ان هي كده حاجه مش ده المعتاد تمام، بيشد العين على طول. طيب هندخل دلوقتي كده على بقيه الصور. الصوره دي هي اللي كانت الثانيه تمام. وانس ان الصوره دخلت هنبدا ان احنا نعمل لها رينيم تمام. هنقول دلوقتي كده ان هي عباره عن بيفور، ولكن هنا هنكتب ونقول عليها ان هي فرونتال انترا اورال. ده في حاله ان انت عندك دلوقتي كده الصوره دي مثلا انترا اورال تمام، وعندك مثلا صوره ثانيه اكسترا اورال. احنا ننزل الصوره دي بحيث ان هي تكون اللاير الثانيه، وهبتدي ان انا اقصها زي ما قلت لك الت وجيم. بصينا الحركه لقينا ان الشكل ده طلع مره واحده تمام. فده معناه ان انا ما عملتش هنا اي افكت خالص، انا خليت ان اللاير تظهر على طول تمام، خليت ان اللاير تظهر على طول. فتعال ندخل دلوقتي كده على افتر افكت تمام. اللاير بتاعتي اهي، انا دي نهايتي، فخلاص انا مش محتاج الصوره دي تاني، وبالتالي انا هبتدي ان انا اشيل الجزء اللي هو بعد كده. ليه؟ علشان الصوره الثانيه تظهر بالشكل ده. لو انا مسحت ده بص ستيل لسه الصوره بتاعتي الاصليه موجوده. ليه؟ الصوره اللي تحتيه بيقرا الحاجه اللي تحتيه على طول اللي هي نمبر 1 اللي هي الصوره اللي هي الارتستيك شوت
ما قرأش اللي تحت. طب امتى يقرأ اللي تحت؟ لما يكون عنده فراغ. تمام؟ فانا دلوقتي كده اهو عملت بالشكل ده، فهنا اصبح عندي في الجزء ده فراغ، فانا وانس انا اتكيت ظهرت الصوره الثانيه. الصوره الثانيه ما ظهرتش معانا بالشكل ده. طيب هي ظهرت ازاي؟ هي ظهرت مره واحده، بس انا هنا هعمل سنه تغيير هتبدا ان هي تديك دلوقتي كده حاجه يعني زي ما تقول كده تاثير رهيب. كي فريم عند بوزيشن، سكيل، وروتيشن. تمام؟ وهختار دول واخليهم، نبدا ان احنا نعمل لهم كوبي. تمام؟ كنترول سي كنترول في بالشكل ده، نقربهم من الكي فريمات دي بالظبط كده. تمام؟ عشان لما تدخل تظهر على طول. انا دلوقتي كده عايز يحصل حركه غير الثانيه ما كانتش حركه. الثانيه كانت اللاير ظهرت على طول وظهرت بالشكل او البوزيشن بتاعها اللي هو ده. تمام؟ طيب انا كل اللي انا هعمله دلوقتي كده انا هبدا ان انا اعمل حركه. تمام؟ بحيث ان هي تبقى البدايه بتاعتها الشكل اللي ظهر قدام حضرتك ده، والنهايه بتاعتها تبقى الشكل ده. هتديك تاثير مختلف، وركز معايا في الجمله دي وهوريك الفرق. طيب هنبدا ان احنا نيجي على الكي فريم اللي هم البعاد دول. تمام؟ ونبدا ان احنا نظبط دلوقتي كده السكيل بتاعها ان هو يصغر. تمام؟ ونعمل الروتيشن الجميل بتاعنا. تمام؟ بوزيتيف 90. ونبدا ان احنا نعمل السكيل بتاعنا. هل انا احتجت بوزيشن؟ لا، يبقى خلاص امسحه، اختاره واعمل ديليت. وطبعا دول هنعمل لهم اف 9. تعالى دلوقتي كده نبص ايه اللي هيحصل. تمام؟ ده الايفكت بتاعنا. لاحظت الفرق؟ تمام؟ دي ظهرت تمام ولكن مش على طول. يعني انت فاهم؟ طب تعالى دلوقتي كده عشان اوضح لك الفرق اكتر. ابعد دول. تمام؟ هات لي ده مثلا دلوقتي كده في البوزيشن دول كده كوبي ونعمل لها في، انا بس عشان اسرع لك الموضوع. وهنا هنعمل لهم في تاني بحيث ان يبقى احنا نعمل حاجه اسمها حافظ للكي فريم، بحيث ان الحركه تفضل ثابته زي ما هي. لان لو حضرتك دلوقتي كده يعني انا دلوقتي كده الصوره بتاعتي اهي ثابته، هتفضل ثابته لحد ما اجي هنا وبعد كده تتحرك. عشان كده انا بعمل حاجه اسمها حافظ اللي هو الكي فريم حافظ الاحداثيات. تمام؟ طيب فركز دلوقتي كده معايا. بص لو احنا جينا بصينا على الفيديو من الاول ظهرت على طول. ده اللي حصل في الفيديو، لكن انا عملت لك سنه افكت كده. تمام؟ هي دي اللي هتدي سنه جماليه. تمام؟ طب تعالى نشوف اللي حصل قبل كده اهو. احنا كل ده كنا بنعمل كنترول زد، طلعت بلفه. تمام؟ بس اللفه هنا كانت بطيئه، وبالتالي انا كل اللي انا عايز اعمله ان انا هقرب دول بالشكل ده، وعايزها تكون سريعه قوي. فادخل على الجراف، واهم حاجه يكون معمول على السبيد جراف، وابتدي ان انا اختار الاثنين، وابتدي ان انا اسرعهم الاثنين جامد جدا بالشكل ده كده. تمام؟ فتعالى نبص الفرق دلوقتي كده اهو. دخلنا سموث وبعد كده هوب الصوره طلعت مره واحده هوب. تمام؟ طيب تاني، بس تعالى بقى ندخل من الاول هنا كده. شوف لفت على طول. تمام؟ طيب بعد كده المفروض ان احنا خلاص احنا لحد هنا دلوقتي كده الحركه دي خلصت. طبعا الفيديو فيه هنا عندك خط. الخط ده بيبقى على كاب كات، يعني ما بيبقاش فيه حاجه المفروض بنقول عليها اسمها تراكنج. طبعا علشان ده بيبقى فيديو، فالخط ده ما بيبقاش ماشي بشكل مظبوط. لو انت جيت بصيت هتلاقي ان هو عمال بيتحرك بص بشكل مش مظبوط. تمام؟ طيب اللي حصل ده علشان كاب كات ما فيهوش جزئيه الايه التراكنج دي، لكن افتر افكت طبعا بيبقى موجود فيه الجزئيه دي. طيب احنا دي مش هنشرحها اصلا دلوقتي خالص، ولكن خلينا نشرح الحركه اللي حصلت دي، حاجات اللي هي الادفانسد التراكنج. يعني بعد ما عمل الحركه دي راح جاي لافف. تمام؟ وخد من الاخر، من اخر مولر تمام لاخر مولر، يعني مثلا اخر مولر ناحيه الرايت لاخر مولر ناحيه الليفت. تمام؟ فهبتدي ان انا اعمل حافظ للحركه بتاعتي. تمام؟ فسي مثلا انا عايز احفظ الحركه دي مثلا الكام فريم اللي احنا عملناهم دول، وهبتدي ان انا اتحرك مثلا حوالي 20 فريم او خلينا 30 فريم. وطبعا احنا قلنا الشورت كات بتاعها اللي هو الشيفت بيج ده، الشيفت بيج اب ده بيرجع لورا 10 فريمات، لكن من غير الشيفت بتمشي فريم واحد بس، فريم باي فريم. طيب خلاص احنا دلوقتي كده هنخلي الصوره بتاعتنا تروتيت بالشكل ده، بحيث انها تكون تمام مش فيرتيكال، لا هي هتكون هوريزونتال. اوكي؟ طيب فانا هبتدي ان انا اروتيت معايا بالشكل ده كده تقريبا لحد ما توصل للزيرو. تمام؟ بالشكل ده. وبعد كده هو راح جاي عامل بوزيشن. ركز دلوقتي كده بقى معايا. فانا هعمل بوزيشن كي فريم وارجعه
ورا عند اول حركه، وبعد كده هعمل بوزيشن مره ثانيه بالشكل ده، وبعد كده هبتدي ان انا اتحرك تمام عند المولر الاخير بالشكل ده كده تمام، وبعد كده اتحرك مثلا 10 20 فريم كمان، وهبتدي ان انا اتحرك العكس بالشكل ده كده تمام. فتعال نشوف دلوقتي كده اهو دخل لف. طيب اللي حصل هنا ان هي ما وقفتش، هي عملت الحركتين مع بعض. ده ليه؟ ده برضو نفس الكلام بسبب حافظ الايه الكي فريم. فهاجي هنا على اخر كي فريم هاخده كوبي، وبعد كده هعمل له هنا بيست تمام، وابعد الاثنين دول عن بعض بالشكل ده كده تمام. فتعالى دلوقتي كده نشوف اهو دخل لفت تمام، وقفت شويه وبعد كده اتحركت للناحيه الثانيه. هو ده او هي دي الحركه عموما يعني تمام، بس طبعا هي كانت بطيئه عشان بس اوضح لك الدنيا تبقى ماشيه ازاي. فهنقرب بس المسافات بالشكل ده كده تمام، ونعمل لهم F9. تعال نبدا. حلو تمام. طبعا انا لقيت ان هي ما وقفتش هنا برضه نفس الكلام، فاضطر ان انا اخلي المسافه دي تبقى بعيده حبتين بالشكل ده كده اهو، وقفت وبعد كده اتحركت تمام. نرجع للفيديو كده، راح جاي راجع مره ثانيه للاصل تمام. هنرجع تاني للايه للاصل بتاعنا. طيب انا الاصل بتاعي كان فين؟ طبعا انا بقى مش هقعد اظبط الموضوع ده كله واعمل لا، كل الكلام ده اخر كي فريمات من الحاجات دي هتمشي بس من اخر كي فريم 1 2 وتعمل حافظ تمام للكي فريمات دي كلها، وبعد كده تبدا حضرتك انك تتحرك 10 فريمات وتاخد الثلاث كي فريم الاولانيين كنترول سي، وتيجي هنا كنترول في، رجع لك للاصل مره ثانيه. ده للتسهيل تمام. فتعالى كده نشوف الحركه من الاول. ركز دلوقتي كده معايا. لحد كده الحركه بتاعتنا الحمد لله زي الفل وماشيه سموث، كله بقى تمام الحمد لله. تعالى بقى نكمل بقيه الفيديو. بص بقى دلوقتي كده ركز معايا، دي بقى النقطه اللي انا قلت لك عليها، وهي عباره عن نقطه الانكر بوينت. ركز معايا بتاعت الانكر بوينت. لو احنا جينا بصينا هنلاقي ان الصوره دي جايه من تحت تمام. ركز معايا، جايه بالشكل ده كده، هي جايه كده تمام. يبقى الانكر بوينت بتاعتي لازم تكون موجوده عند النهايه من ضمن النهايات تمام، يا اما هنا يا اما هنا على حسب انت الحركه بتاعتك. طب انا الحركه بتاعتي جايه بالشكل ده كده، اذا يبقى مين نقطه الارتكاز؟ نقطه الارتكاز بتاعتي كده. انا لو انا هاجي اتحرك بالشكل ده، اذا يبقى نقطه الارتكاز بتاعتي هي هنا تمام. فانا هتحرك بالشكل ده كده اهو تمام. هي دي الحركه بتاعتي تمام. يعني يا رب تكون الايه يعني تمام اهو حصلت بالشكل ده، وبعد كده ابتدى يظهر الكلام. سيبك من موضوع الكلام ده دلوقتي، ولكن انا هنا دلوقتي كده هظبط النقطه دي مثلا بتاعتي اهي. هبتدي ان انا ادخلها تحت عند اخر كي فريم، هبتدي ان انا اقطع هي يعني اللير اللي انا حطيتها دي، هقطع اللي قبليها لان انا مش محتاج اللير دي تظهر ورا تمام. وفي نفس الوقت انا خلاص انا مش محتاج اللير اللي انا موجود عندها دلوقتي كده ان هي تظهر، فانا همسح اللي بعديها اللي هي الت دال او دال بس. طيب لحد كده تمام. طيب دخلنا على اللير اللي بعديها، وهنا بقى اللي ظهرت مره واحده اللي هي بالشكل ده تمام. طيب الانكر بوينت هنا في النص، فركز معايا. هنبدا ان احنا نعمل لها سكيل. طبعا احنا هنا هنبدا طبعا ان احنا نعمل لها رينيم الاول. هي عباره عن بيفور ابر تمام. اظبط السكيل بتاعها بالشكل ده كده، خليها 26 تمام. وتاني حاجه هنعملها هنظبط الانكر بوينت. هي في الفيديو جايه من تحت لفوق، وبالتالي انا هخلي الانكر بوينت تكون موجوده في النقطه دي. هجيب البان بيهايند بتاعتي تمام، وابتدي ان انا اجيب الانكر بوينت بالشكل ده عشان تيجي من تحت بالشكل ده كده تمام. طيب واتك على الفي علشان كل حاجه ترجع لايه لمجراها مره ثانيه. هبتدي ان انا اجيب جزئيه الروتيشن تمام، وهنزل لتحت بالشكل ده. لو انا جيت عملت روتيشن بص ايه اللي هيحصل. هو ده بقى اللي انا عايزه، هو ده اللي انا عايزه. طيب هنخلي دي 90. هنعمل السكيل هنكبرها بالشكل ده. المفروض دلوقتي كده ان انا عايز ان اللير تطلع من تحت لفوق، فانا هاجي هنا على الروتيشن تمام، والمفروض ان هي هتنزل او هتيجي بالشكل ده كده
تمام؟ المفروض ان هي هتيجي من تحت لفوق بالشكل ده. علشان نعمل الموضوع ده لازم تبدا انك تعمل دلوقتي كده كي فريمات. تمام؟ طيب هعمل كي فريمات فين؟ في الثلاث حاجات: بوزيشن، سكيل، روتيشن. تمام؟ هاخد دول واتحرك بيهم لقدام. ليه؟ لان ده الفاينل بتاعي، ده اللي انا عايزه اصلا يكون موجود. فاهم الفكره؟ طيب وهاجي بقى في الاول وابتدي ان انا اظبط الحركه بتاعتي. بحيث بقى ان انا هعمل ايه؟ مثلا هقلل السكيل بتاعها. تمام؟ هعمل الروتيشن كده. تمام؟ واروح جاي عامل البوزيشن بالشكل ده مثلا كده. خلينا مثلا ان احنا ناخدها بشكل يدوي بالشكل ده كده. تمام؟ ونشوف الحركه بتاعتنا نفس الموضوع. تمام؟ لاحظ اهو نفس اللي حصل، بس هي كانت هنا بطيئه. ابتدي ان انا اعمل هنا F9. تمام؟ عشان تحس ان الدنيا تبقى معاك سريعه شويه. عشان تسرع الموضوع اكبر، تمام، او اكتر يعني، هتقرب دول بالشكل ده. تعال نشوف بقى يعني الموضوع حصل معانا ازاي. بص اهو نفس اللي حصل بالظبط في الفيديو اهو. احنا دلوقتي كده الفيديو اهو ركز دلوقتي كده معايا. لاحظت؟ شايف؟ تاني تعالى بقى نبص كده هنا اهو. تمام؟ طيب طبعا هي اختلفت في الحركه، وده علشان الايه؟ الكي فريم، لان هناك بيبقى فيه تمبلت، هنا انت اللي بتظبط الموضوع ده بايدك. تمام؟ طيب انا مثلا عايزها ان هي تكون سريعه شويه، فانا هبتدي ان انا اقرب، تك على الت واقرب من الايه؟ من البول او الكوره اللي بتاعت الماوس. انا مثلا اخلي ان هي تدخل بشكل سريع جدا وبعد كده بشكل بطيء. تمام؟ فهنبص دلوقتي كده هنلاقي ان الحركه فعليا بقت قريبه جدا، ولكن مور اند مور سموث. تمام؟ طيب عرفت دلوقتي كده جزئيه الانكر بوينت هتفرق في ايه؟ بس طبعا انا ببص على الكاميرا علشان انا خايف يكون الموضوع هيفصل او حاجه، فمعلش يعني. الدنيا تمام. تعال نبص على بقيه الفيديو. ابتدى يظهر عندي كلام، والكلام ابتدى يختفي، كل واحد بيختفي بطريقه معينه. تمام؟ اهو ركز دلوقتي كده معايا. خلاص لحد كده احنا تمام زي الفل. ندخل على الافتر افكت بتاعنا. طبعا انا هكتب اي كلام، مش هكتب نفس الكلام اللي موجود على الفيديو. تمام؟ علشان بس الوقت وننجز بسرعه، بحيث ان انا اقول لك يعني الموضوع بيمشي ازاي. انا بكتب كلام على مين؟ على الصوره دي. يبقى ده معناه ان انا بعد ما خلصت الايفكت بتاعي لازم 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 تمام اخلي الصوره بتاعتي تفضل موجوده لحد ما اخلص الكلام. ليه؟ لان انا لو عملت مثلا قلت دال بالشكل ده، وانس ان انا ضغطت كده بالشكل ده، اصبحت الدنيا معايا سودة. الكومبوزيشن ما بقاش فيه لاير. ليه؟ لان الانديكيتور تمام بتاعنا او التايم انديكيتور ما عندوش اي حاجه يقراها. فانا هعمل كنترول زد وهبتدي ان انا اكتب كلام. طبعا بنيجي على التكست اللي موجوده فوق ونضغط ضغطه. تمام؟ ظهر التكست. تمام؟ ابتدي ان انا اضغط على الت تمام وجيم عشان نقطع الجزء اللي قبل كده، وبعد كده ببتدي ان انا ادخل واضغط ضغطتين فهقدر ان انا اكتب. فمثلا هنبدا ان احنا دلوقتي كده نكتب الجزئيه بتاعتنا. احنا عايزين نكتب ايه؟ فسي مثلا هكتب كيرز. تمام؟ وبعد كده هضغط بره، وبعد كده ارجع مره ثانيه واضغط على السكيل اصغر. تمام؟ وابتدي ان انا مثلا اعمل الروتيشن 90. انا طبعا كل الكلام ده يعني عشان عايزين ايه؟ ننجز بسرعه. تمام؟ فانا مثلا هنا في كيرز، مثلا الكيرز قدام، اسف، في هنا مثلا كيرز. تمام؟ اقدر مثلا ان انا ارسم مثلا حاجه انا عايزها، اروح جاي مثلا راسم خط مثلا من هنا كده اهو نقطه، واروح جاي عامل الشكل ده. طبعا احنا هنظبط الايه؟ الستروك هنخليه مثلا وليكن 4. تمام؟ ونيجي هنا عند الفيل ونلغيه، فظهر معايا الخط بالشكل ده اهو. وطبعا هنلغي اللي قبل كده بيكون ايه؟ بالت جيم. تمام؟ ظهر مثلا معايا الخط ده. وطبعا لو انت عايز انها تترسم هندخل على الشيب ونيجي عند الكونتنت. تمام؟ بعد كده تريم باث، ونبدا ان احنا نيجي على التريم باث ونبدا ان احنا نشوف احنا عايزينه يترسم الخط ازاي. فانا دلوقتي كده هشوف لا ده هو هيترسم من كده لكده، فلا انا مش عايز ده. تمام؟ يبقى انا عايز مثلا اللي هو المعاكس. ايوه بالظبط ده كده. هاجي عند الاند واعمل كي فريم، ادخل 10 فريم واروح جاي عامل كي فريم الاولاني، اخدهم الاثنين واعمل F9 ايزي وارجع عند الكيرز مره ثانيه. تمام؟ وهبتدي ان انا دلوقتي كده احرك الكيرز. فهبتدي ان انا اجي على الايفكت والبريسيت. تمام؟
وهدور على حاجه اسمها التايب، تمام، رايتر، تمام اهو، هاخدها واعمل دراج اند دروب، وبعد كده هدوس على حرف اليو وابتدي ان انا ابص على ان انا لازم اقرب الايفكت بتاعي لان هو بيجي بثلاث ثواني، تمام، وهخليه 10 فريمات او 10 فريمات، وبالتالي انا هاجي هنا. حلو الكلام، وهعمل لدول ايز اف 9. تمام. طيب تعالى دلوقتي كده نبص ايه اللي هيحصل اهو، دخلت وبعد كده ظهر الكلام. طيب انا مثلا مش محتاج ان الكلام يظهر الاول، فهحركه مثلا 3 4 فريم، تمام، وبعد كده دي مثلا فريم مثلا عشان يحصل ايه زي تداخل في الكلام اهو. لاحظ الفرق، تمام. طيب انا مثلا عايز ادي تاثير جمالي مثلا، هدخل هنا واجي على الايه الجلو، ديب جلو مثلا، اروح جاي عامل ده كده، واروح جاي واخد ده برضو نفس الكلام واعمله هنا، تمام اهو. طبعا ده الريندر عشان انا شغال برضو على الفل، فطبعا انت شفت اللي قبل كده وشفت دلوقتي بعد ما حصل تاثير الجلو، في فرق رهيب جدا، تمام. طيب خلاص كتبنا الكلام، عايز مثلا بعد ما كتبت الكلام اخرج مثلا بره، فاجي هنا على البوزيشن، تمام، هروح. طب انا دلوقتي كده محتاج ان الكيرس بتاعي دلوقتي كده او الجمله دي تخرج بره. طيب علشان تخرج لبره انا المفروض دلوقتي كده ان انا هعمل ايه؟ هبتدي ان انا اضغط على الكيرس، تمام، ويظهر عندي دلوقتي كده البوزيشن بتاعي، تمام. فخلاص انا خلصت، ابتدي ان انا اضغط على البوزيشن واتحرك مثلا قدامي 10 15 فريم، وابتدي ان انا اتحرك لبره بالشكل ده كده، تمام. وطبعا نعمل ايز اف 9، وبعد كده هطلع لفوق، تمام، وابتدي ان انا علشان انا عايز بعد كده بعد ما ده يمشي ويخرج بره، تمام، الخط ده يختفي. وعلشان يحصل انا لازم اعمل حاجه اسمها كي فريم، يعني بيثبت الحركه، فاهم قصدي؟ اللي هو كي فريم حافظ، فانا هاخده كوبي واعمل في، بس هنا هرجعه 3 فريم لورا، تمام. وبعد كده هبدا ان انا اعمل ده بالعكس عشان يختفي، تمام. فبدل ما هو 100 اخليه 0 بالشكل ده كده، تمام. ونبتدي ان احنا نوسعه بالشكل ده ونبص نلاحظ اللي هيتم دلوقتي. دخلت اتكتبت وبعد كده كل واحد مشي. ده علشان ندخل على الخطوه اللي بعديها. طبعا انت بقى عشان ما اطولش عليك في الفيديو وكل الكلام ده، تبدا انك تكتب بقيه الكلام، تبدا انك تعمل له افكتات زي ما انا بعمل بالشكل ده، تمام. سواء بقى مثلا انك تخلي الكلام يختفي، تخليه يظهر، تخليه يخرج، تخليه يدخل، تخليه يلف وبعد كده يظهر، براحتك عيش، تمام. والجزئيه الاخيره دي تعتبر اخر حاجه في الفيديو اللي احنا هنعمله ان شاء الله باذن الله دلوقتي او النهارده يعني، تمام. طيب هنشغل بقيه الفيديو. لقينا دلوقتي كده ايه اللي حصل؟ لقينا ان البيفور والافتر الاثنين دخلوا مع بعض في نفس اللحظه، تمام. وبعد كده ايه اللي حصل؟ لقينا ان البيفور اختفى، تمام، والافتر لف وعمل روتيت وكبر، تمام، وبقى موجود واخد الشاشه بشكل كامل بالشكل ده. تعال بقى نشوف الموضوع ده حصل ازاي عند اخر حاجه احنا عملنا فيها الحركه، وهقطع كل اللي جاي ده، تمام. طيب احنا لقينا ان الاثنين بيفور وافتر الاثنين دخلوا قصاد بعض في نفس اللحظه، فتعالى كده نجيب الافتر، تمام اهو. هنعمل رينيم افتر، تمام، ابر. طبعا انا هقفل اللايرز دي كلها. طيب هندخل بقى علشان نكمل اللي احنا عملناه. هاجي هنا على الافتر بالشكل ده، هقطعها، تمام. طبعا هبتدي ان انا دلوقتي كده اعمل روتيشن 90، وبعد كده سكيل هنصغر، روتيشن تاني عشان نجيبها بالزاويه اللي احنا كنا شايفينها في الفيديو، تمام، وتيجي معانا بالشكل ده كده. حلو الكلام؟ طيب نفس الكلام احنا هنعمله مع الصوره اللي هي بتاعه البيفور بتاعه الابر بالشكل ده. هنبدا ان احنا نعمل لها روتيت، سكيل، صغر، وخلي دي تيجي بالشكل ده كده. حلو؟ طيب اختلاف الالوان ده عادي جدا، مفيش اي مشكله. هي بس الثانيه لان انا كنت عامل لها عزل، تمام، عشان كده مش هتلاحظ الجزئيه دي خالص، تمام، اللي هي الاسود اللي هو تحسه ان هو باين ده، ولكن مش ده موضوعنا يعني. طيب خلاص قطعنا الجزء اللي فات بتاع البيفور، وبعد كده هنبدا ان احنا نعمل الحركه بتاعتنا. هنعمل الحركه ازاي؟
انا عايز دلوقتي كده الاثنين يخشوا مع بعض في نفس اللحظه. يعني معنى كده ان هم كانوا بره في الاول. لاحظ دلوقتي كده الحركه بتتحسب ازاي. هم كانوا بره في الاول وبعد كده دخلوا. يبقى انا اول كي فريم لازم يكون بره، وتاني كي فريم لازم يكون جوه. طيب مين اللي في ايدي دلوقتي؟ اللي جوه، وبالتالي انا هكرر اللي جوه مرتين واعدل على واحد منهم. تاني هكرر اللي دخل جوه مرتين الحركه يعني، تمام، وبعد كده هبتدي ان انا اعدل على واحد منهم هما الاثنين. فتعالوا يعني نشوف الموضوع ده دلوقتي. هنا اعمل على السكيل والبوزيشن والروتيشن، تمام، نفس الكلام سكيل بوزيشن وروتيشن. انا بعملهم تحسبا، تمام، واجي هنا على اليو هيتفتح لي 3 اخدهم كوبي اتحرك لقدام، تمام، بالشكل ده كده، كنترول سي كنترول في، واجي تحت اخد اللي تحت كوبي، تمام، كنترول سي انا دلوقتي كده قلت لك ايه؟ هعمل 2 جوه وهعدل على واحد منهم. طب انا هعدل على مين؟ انا بقول لك انا عايزها تيجي من بره، تمام، بعد كده تدخل لجوه. طب ما انا دلوقتي كده جوه، يبقى انا هخلي الكيفريمات الثانيه دي ثابته زي ما هي مش هتتغير، لكن اللي انا هغيره هي الكيفريمات الاولانيه، تمام، بالشكل ده. هاجي هنا، تمام، وهخرج لبره. خلينا نمسكها ونحركها بالشكل ده لبره كده، تمام. طيب هل انا استخدمت اي حاجه ثانيه؟ لا، اذا يبقى امسح اللي تحت دول بس، تمام. طيب نفس الكلام هيبقى اللي تحت دول برضو، تمام. واجي هنا برضو على الكي فريم ده، اهم حاجه تكون ضاغط عليه وترجعه لورا بالشكل ده كده. حلو الكلام. طيب تعالى بقى دلوقتي كده هنلاحظ ان الاثنين هيتعملوا دلوقتي كده في نفس اللحظه. بص لاحظت؟ تمام. طيب F9 ايزي ايز اهو، تمام. طيب الحركه بطيئه فقرب عشان تسرع، تمام، اهو دخلت دي خلاص خلصت، دخلوا الاثنين دول مع بعض، تمام، اهو. بعد ما دخلوا الاثنين كده مع بعض خلاص لقينا ان دي اختفت. كلمه اختفت يعني هنا دلوقتي حصل اوباسيتي، فانا هضغط عليها، هضغط على التي، تمام، هي كانت 100% وبعد كده بقت 0%، تمام. F9 وهرجع دي ورا خالص عند نفس الحركه دي. يعني اول ما الحركه دي ما هتنتهي اللي هي حركه الدخول دي هتختفي بالشكل ده كده. لاحظت معايا الفرق؟ تمام. طب انا عايزها تختفي بسرعه، تدخل على الجراف اديتور بتاعك الجميل وتخلي الموضوع يكون سريع بالشكل ده مثلا، تمام. لاحظ دلوقتي كده اهو اختفت. في الوقت اللي هي اختفت فيه حصل ايه للابر؟ عمل روتيشن ورجع وخد الكادر بشكل كامل، تمام. طيب فانا هنا هاخد اخر كي فريم اعمل له كوبي واعمل له كنترول سي كنترول في وابعده كذا فريم، وبعد كده هاخد كي فريم تاني والسكيل والروتيشن وهتحرك قدام 20 فريم مثلا، وهبتدي ان انا ادخل هنا بالشكل ده كده وابتدي ان انا اعمل روتيشن بتاعي بحيث يكون 90، تمام، وارجع لورا بالشكل ده كده، وهكبر مثلا السكيل وليكن بالشكل ده، تمام. طيب وطبعا اهم حاجه الايه الايزي ايز F9 اهو. لو جينا بصينا على الحركه بالظبط، تعال نشوفها كده هنا في الفيديو. اختفى كبر وعمل الشكل ده. تعال بقى نشوف دلوقتي كده الفيديو من الاول، تمام، ونقارنه. مهم جدا انك تكون عارف انت بتعمل ايه، تمام. لحد كده الحركه تمام زي الفل. طب تعال نبص على الفيديو بقى الاصلي. طيب اخر حاجه بقى دلوقتي كده نتكلم عليها وهي ازاي هنعمل اكسبورت للفيديو بتاعنا او هنعمل له ريندر.
بيحصل عن طريق جزئيتين، اما انك بتنزل برنامج مخصوص برضه من شركه ادوبي، وهو عباره عن حاجه اسمها ادوبي ميديا انكودر، وده بيبقى على حسب الفيرجن اللي انت منزله، هل هو 2020 ولا 2025. انا دلوقتي كده بتاع يعني البرنامج بتاعي 2025 تمام، فالميديا انكودر بتاعي هيكون 2025. طبعا الميديا انكودر بيبقى احسن بكتير، ولكن يعني الموضوع ده اتحسن مع افتر افكت 2025، لكن لو انت منزل برنامج 2020 تمام فلازم تنزل ادوبي ميديا انكودر، ده هيخلي الفيديو بتاعك كويس جدا. ليه؟ هقول لك ليه. لان لو انت جيت تنزله من على افتر افكت تمام، ولكن الفيرجنز القديمه مش الفيرجن الجديد اللي هو 2025، هتنزل فيديو مثلا ممكن يكون عباره عن 10 ثواني وتنزله 30 جيجا. يا جدعان ازاي؟ قال لك علشان ده بيبقى فيه حاجات كده، يعني هو بيديك حاجه كده اصليه، يعني فاهم اللي هو كل الداتا كل المعلومات تمام. انت متخيل اصلا ان انا علشان اطلع لك فيديو 10 ثواني انا بقعد اعمل ريندر، الريندر ده يعني حرفيا هتلاقي كاشات كتيره، هتلاقي ممكن حوالي 30 جيجا تمام. فلا يعني الموضوع لو انت عايز تنزل فيديو يكون سلس وسريع، على طول ادوبي ميديا انكودر 2020 لو انت النسخه دي تمام. 2025 حلت الموضوع ده وبتنزله في وقت قليل وبكواليتي عاليه جدا ما شاء الله تمام. طيب عشان ابتدي ان انا ارندر الفيديو تمام، هاجي على كلمه فايل، وبعد كده هاجي على جزئيه اكسبورت تمام. هنا زي ما قلت لك ادوبي ميديا انكودر، وده اللي هو المرجح لاي فيرجن قبل 2025، او انك تبدا انك تعمله على 2025 من ريندر كيو اي تمام. هنضغط هنا لان انا 2025 فانا مش محتاج ادوبي ميديا انكودر هنا، لكن انت لو انت بتستخدم الادوبي بريمير هتحتاجه فعليا يعني تمام. ظهرت لي القائمه اللي موجوده تحت دي تمام. هبتدي بقى ان انا اختار منها شويه حاجات. هاجي تحت هنا واعمل البيست سيتنج تمام. هلاقي دلوقتي كده ان هنا هضغط على الجزئيه دي علشان انا عايز اعدلها تمام. هضغط عليها هيظهر لي الموضوع الكبير اللي قدامك ده اللي هيظهر لك في 2020، لكن 2025 ظبطت الموضوع ده ازاي؟ هنا بقى انت كنت بتقعد تعملها وتظبطها حته حته وفي الاخر هيطلع لك 30 جيجا بايت. ازاي هتستغرب 10 ثواني 30 جيجا بايت؟ طب انا هعمل ايه يا جماعه؟ افرض دلوقتي كده مثلا فيديو 30 ثانيه، ايه الجهاز يولع؟ اكيد لا. طيب فهتضغط على السهم ده هيظهر لك الخانه دي تمام. طبعا هنا لو جيت بصيت هتلاقي ان انت عندك يعني كذا صيغه. الصيغه اللي احنا بننزلها تمام هي بتاعه الانستجرام او اي حاجه، ممكن تختار الهاي كواليتي او انك تستخدم اللي هي اتش 264 تمام. اهم حاجه تكون 40 ميجا بايت، وممكن انك ترندرها برضه على 15. طب الفرق هنا وهنا ايه؟ دي السرعه تمام، والسموثنس والكواليتي هتبقى عامله ازاي. وطبعا كل ما الرقم هيبقى اعلى كل ما السموثنس والسوفتنس، وكمان الفيديو هتحس ان هو كده حاجه عامله زي اتش دي، حاجه فول اتش دي بقى، يعني الفيديو لا فيه كل التفاصيل تمام. فهنختار على 40 وبعد كده هنضغط على كلمه كومب علشان هنغير الاسم ونسميه مثلا ايسابتيك كيس تمام. ونشوف احنا هنبدا ان احنا نرندره فين، والاحسن انك ترندره في نفس المكان بتاع الحاله بتاعتك اللي هو كان عندي في الديسكتوب تمام، كان عند الكورس. وتضغط هنا وتعمل سيف وهيترندر بعد ما تضغط على جزئيه الرندر كده. وده كان فيديو النهارده، وان شاء الله باذن الله هنتكلم عن فيديوهات اكتر ان شاء الله باذن الله في الكورس. فاشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير، وعيد سعيد باذن الله عليكم وبالتوفيق ان شاء الله.